جمعت بياناتك بالجروب باي وعايز تصفي النتائج كمان حسب شرط معين عايز تحطه، يبقى انت لازم تستخدم الهافنج. في الفيديو ده هعلمك ازاي تحط شروط بعد ما تجمع الداتا مش قبلها باستخدام الهافنج والجروب باي. طيب احنا اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل select departments ID والcount all as التوتال from الامبلويز تيبل، علشان نعمل جروب باي بالديبارتمنتس اي دي. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ احنا كده بنجيب عدد الامبلويز بتاعنا في كل ديبارتمنت، جروب باي عاديه جدا، تمام. بس احنا عايزين نفلتر في الجروب باي دوت، فانا هقول جروب باي ديبارتمنتس اي دي، هقول هافينج التوتال اكبر من واحد. يعني هات لي اولا قبل ما نقول كده، اولا السلكت ديبارتمنت اي دي كاونت لاول، يعني عد الرقم، هيبقى الكولوم الاولاني ديبارتمنت اي دي، والكولوم الثاني هو عدد الناس او عدد الريكوردز جوه كل ديبارتمنت. بس العدد ده الكولوم بتاعه اسمه توتال، انا سميته توتال از توتال. حلو كده. فروم امبلويز، فروم الايه التيبل بتاعي اللي اسمه امبلويز. جروب باي، تمام، يعني صنفهم لي بالديبارتمنت اي دي. يبقى انا كده المفروض يطلع لي من التيبل ده، يتحول ان هيبقى في عندي ديبارتمنت اي دي رقم واحد وديبارتمنت اي دي رقم اتنين وهكذا، والايه الكولوم التاني هيبقى عدد الامبلويز جوه كل ديبارتمنت. الفكره بقى ان انت بتقول هافينج توتال اكبر من الواحد، معناه ان انا بفلتر في الجروب باي هات لي عدد الاعداد اللي موجوده في الكولوم اللي اسمه توتال اكبر من الواحد. يبقى انا كده لو رنيت ده كده هو طلع لي زي ما انت شايف كده الامبلويز اللي في الكولوم اللي اسمه توتال اللي اكبر من الواحد. يعني لو في ديبارتمنت رقم مثلا 3 في امبلوي واحد بس، عدد الريكوردز واحد بس، اللي هو المفروض يكون تحت الكولوم اللي اسمه توتال، فالمفروض ما يطلعش. اوكي.